بكأس العالم؟ بدون شك، لأنه لم يحقق ما حققه مارادونا للمنتخب الأرجنتيني، الفوز بكأس العالم. وبالفعل أضم صوتي إلى كابتن أيمن أنه هو لاعب نادي حقق بطولات وأرقام قياسية مع النادي، وأصبح أسطورة الآن، أسطورة حية متحركة. من الصعب جدا أن يتفوق على نجوم مثل بلاتيني الذي فاز 3 مرات، أيضا كثير منهم كريف، منهم فان باستن. هؤلاء يعني كانوا عمالقة. هو كان يحلم أن يصل. وعجبني الليلة تواضع ميسي عندما قال بأن أنا كنت أتفرج على كريستيانو رونالدو عندما فاز بالكرتين السابقتين، وطبعا هذا شيء كبير، كان حلم بالنسبة له. لكن الآن أقول ليس هناك لاعب ربما في العالم يمكن أن يتفوق على ميسي. حقق كل شيء. آخر رقم له أنه سجل 33 ثلاثية، وهذا رقم كبير. أكيد عشاق ميسي يرون بأن ما حققه استثنائي، سيصعب ربما لعقود قادمة أن يحققه لاعب آخر ما حققه حتى الآن على مستوى المنتخب. هناك من ينظر بأن الظروف ظلمت ميسي، نهائي كأس عالم، نهائي كوبا أمريكا، لم يجد ربما حد أدنى من المساعدة من بقية نجوم الأرجنتين لتحقيق اللقبين أو أحد اللقبين على الأقل. نعم، وتعرف أن الأرجنتينيين شعب عاطفي، لذلك أحد النقاد الأرجنتينيين قال نحن في العقود الأخيرة مصدر الفرح في حياتنا كان اسمه دييغو مارادونا، لم يكن ميسي، لذلك هم يحبون مارادونا أكثر. لكن ميسي كلاعب ما حققه أعتقد كما قال الأخضر يفوق كل ما كان يتصوره أحد. 5 كرات ذهبية، هذا إنجاز غير عادي، غير ممكن للاعب أن يظل طيلة هذه السنوات وهو محافظ على مستواه بهذه الاستمرارية. هذا أمر غير مألوف. لابد اللاعب أن يتعرض لهبوط في المستوى، لإصابات، وتعرض لبعض ذلك الشيء، لكن يبقى في هذا المستوى العالي جدا. إنما على مستوى المنتخب قصة أخرى طبعا، لأن رحيل ميسي مبكرا لإسبانيا، انضمامه لبرشلونة، اختلاف الجو بين برشلونة وبين منتخب الأرجنتين، الموضوع أيضا تكتيكي.